السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني 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 إلى أبعد الحدود، وشوفوا أبعد الحدود دي لغاية فين توصلكم. النهاردة حسيت اللي انتوا كده ايه، يعني عايزين حاجة ترم عظمكم فيها. قلت النهاردة أعمل كوارع وفتة بطريقة سهلة خالص، زي ما أنا عودتكم في الصفحات بتاعتي. معايا الكوارع بتاعتي، معلقة طحينة، ملح، شوية خل، تتشتف مرة واتنين. قبل ما تتشتف تتنقع بتاع ساعة ونص ساعة، وبعد كده اشطفيها مرة واتنين وتلاتة. تمام، عشان الزفرة بتاعتها. تاني حاجة، معايا معلقتين سمنة محترمين في الحلة بتاعتك. انزلي بالكوارع اللي انت غسلاها كويس، شوحيها على البوتاجاز، شوحيها تاخد لون محترم كده. طبعا انا مش عارفه اسيطر على الحله، حاطه ايدي عشان طبعا انتوا عارفين الايه، يعني الكوارع بتبقى ناشفه شويه عن الاكل. تمام، وبعد ما تتشوح وتاخد صدمه كده معاكم في الحله، انزلي عليها بالميه بتاعتك. اتحداكي لو لقيتي فيها نقطه زفره بتشيلها من على الوش. دي الطريقه بتاعتي اللي انا معتمداها في عمايل الكوارع. واشربي احلى شوربه ترمي بيها عظمك. هتبدأي تحطي البهارات بتاعتك. هي ايه البهارات بتاعتك؟ حبهان، وسط الطيب، مستكة طبعا حطيتها مع السمنة، مش عارفة اتصورت ولا لأ. ورق لورا، اللهم صل وسلم عليك يا أشرف المرسلين. شوية فلفل أسود. ابدأي حبشي البهارات بتاعت. بصوا الشوربة عاملة ازاي، ما شلتش الزفارة منها اهي. بصوا، ولا فيها ريم ولا أي حاجة. ده الاعتماد على الغسيل أول حاجة. تاني حاجة تشويحة السمنة. تمام، هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ مين زي دايما عنده عقدة البوتاجاز؟ محبش البوتاجاز يكون مش نظيف وانا بعمل الاكل، بحس باكتئاب كده. هنبدأ نعمل ايه دلوقتي مع بعضينا؟ هنشوف. لو وصلت للمرحلة ديت ما تبخليش عليا بلايك واشتراك في القناة لو عجبتك المحتوى، وتصلي على يشفع فيك اليوم الدين، وما تبخليش عليا بكومنت حلو منك. تمام، وتدخلي على حكاية شيرين في المطبخ على اليوتيوب، وصفحة شيرين الحداد على الفيسبوك. شرفيني وتنوريني وعرفيني انت من اني مكان. هنعمل الصلصة بتاعتنا دلوقتي. معايا معلقة توم محترمة، ربع كوباية فنجان خل. تمام، ربع كوباية خل. ابدأي اول ما البصلايه التوميه بتاعتك تحمر، انزلي بالايه، بالخل بتاعك، اديله غلوتين، وابدأي انزلي بالصلصه ايه بتاعتك اللي انت ضربها في الخلاط كويس. تمام، شمي احلى ريحه من قبل ما تحطي البهارات بتاعتك. البهارات ايه يا شيرين هنا؟ هنحط شويه فلفل اسود، هنحط شويه 7 بهارات، هنحط شويه جوز الطيب، هنحط شويه حبهان، ورق لورا مطحون. كل ده عندك مطحون، مش متاح عندك اي حاجه من اللي انا بحطها دهيت، شويه فلفل اسود وشويه بهارات خلاص. وتحطي معلقه سكر محترمه بتحلي الصلصه معاكي فين؟ في الفته. سيبي الحاجات الحلوه دي وحطي معلقتين 3 صلصه. سيبي الحاجات الحلوه دي كلها تتسبك. بصوا الشوربه عامله ازاي، بوريها لكم. وادي الصلصه بتتشرب ايه معايا، بتتسبك على النار. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل الرز بتاعنا. معايا معلقتين سمنه او معلقه سمنه محترمه. عايزه تعملي بزيت، اي حاجه متاحه عندك اعمليها، مش هنقولك لا. وانا عندي الرز بتاعي كل واحد وليه طريقه. في ناس بتشوح الرز مع السمنه، وفي ناس بتحط الميه. انا عندي صلوا على النبي يا جماعه، عندي مسيح السمنه. ومسيح السمنه بنزل بالميه بتاعتي، انا عارفه المقدار بتاع الرز اللي انا هعمله. الميه تغلي من هنا، طبعا ببهرها، بحط لها حبان، ورق لورا، وبحط ملح زي انتم ما حضراتكم كده شايفين. المتاح عندك حطيه، لو عندك قرنفل حطيه، بيدي طعم حلو قوي. تمام، لو وصلت المرحله دي ما تبخليش عليها بلايك، وتصلي على يشفع فيك اليوم الدين. الميه تغلي بتاعتي من هنا، بنزل بالايه، بالرز الكميه اللي انت عاوزاها. تمام، بصوا الخطوات معاكم اهيت واحده واحده، والله ما قطعت حاجه. ده كمان مجريه الفيديو عشان ما يبقاش طويل عليكم. الفيديو ده كان حوالي اكتر من ساعه الا ربع. تمام، هنا طبعا انا حطيت ايه، 4 كوبايات رز. تمام، على حسب اللي انت عاوزه تعملي. عايزه تحطي كوبايه نص، انا ببقى عارفه المعيار بتاع الميه بتاعي. ادي الرز اهوت على النار، وادي الشوربه خلصت بتاعت الكوارع، وادي الصلصه اتسبكت الحمد لله. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحمص العيش مع بعضينا. تمام، معايا صينيه، عايزه تحطيه في الفرن حطيه، الاتنين بالنسبه لي معتمدين. معاكي العيش المحمص، العيش الطري، ايا كان العيش اللي انت هتعمليه، مقطعاه صغير بالمقص او مقطعاه على ايديكي براحتك.
شوحيه كويس كده ياخد طعم تتبيله السمنه. تمام، لغايه لما يتحمص معاكي ويشرب السمنه دي كلها. تمام، اهوت بقلب اهو معاكم. معايا يا فوزيه، لو وصلت المرحله دي يا فوزيه ما تبخليش على يصلي عليكي يصلي ليكي في اليوم الدين، هيشفع فيكي اليوم الدين. معاكي البايركس بتاعك، وادي العيش بتاعي اهوت. هنبدا نحط الشوربه بتاعتي. طبعا انا نسيت وحطيت صلصه الاول. تمام، طبعا اياد تخيلني هنا هتشوفوا ايديه اللي عامله زي الدوده. المفروض احط شوربه، نسيت احط الشوربه اهي. ادي الشوربه بتاعتي اهيت. مش قادره اقول لكم دسمتها حكايه. اعتمديها بالطريقه بتاعتي دي، ولو عجبتك ما تبخليش عليا بدعوه حلوه منك براحه البال. وبعد كده حطي معلقتين بقى صلصه كده ايه تطعم كده الايه الفته بتاعتك، وكليها وادعيلي. واعملي الكوارع بالطريقه بتاعتي دهيت وادعيلي برضو. دي طريقه المحلات يا جماعه، الطريقه دي سر من اسرار المحلات اللي بيعملوها. ما بيسلقوهاش زينا والكلام دوت، لا هما بيختصروا عشان الزفاره. طبعا هما بيعملوا كميات، بيختصروا عشان الزفاره ما يشيلوش ويحطوا ويرموا الريم بتاع الكوارع والكلام ده. بس احنا لازم نغسلها مره واتنين وتلاته. نظافه البيت غير نظافه طبعا الشارع يعني. بتحطي الرز بتاعك، وبعد كده هتبداي ايه تعملي الطبق بتاعك زي انت ما عايزه تعمليه. تمام، براحتك. متخليش عليا تدخلي على حكايه شيرين في المطبخ على اليوتيوب يا جماعه. الريتش واقع، بالله عليكم بالله عليكم الريتش واقع. انا مش طالبه منكم غير بس لايك، مش عايزه اكتر من كده. اللايك ده يفرق معايا عشان بيخلي الفيديو معايا يتفاعل. اكتر من كده انا مش عاوزه. وصلي على يشفع فيك اليوم الدين. ابداي حطي الكوارع بتاعتك على وش الطاجن. تمام، اهي تبصي الكوارع شايفين الشوربه. والله ابو كريم كلي الشوربه من هنا ومش قادره اقول لكم. قال لي انا مش حاسس بالدنيا وراح نايم. يا ابو كريم انت فين؟ لقيت الراجل نايم في 7 نومه، عملت له خمول في جسمه كلها ونام. الله معاك يا ابو كريم، الله معاك، الله يعطيك العافيه. ابدأي بقى ظبطي بقى انت الطبق بتاعك زي انت محبه انت تعمليه. انا بقى حطيت شويه كده على الوش بتاع الطاجن بتاعي، وحطيت شويه شوربه بردك ايه للي عايز يشرب الشوربه بتاعت الايه الكوارع. ودي كانت الحلقه بتاعتي. يا رب اكون عند حسن ظنكم، واتمنى ليكم كل خير. باي باي.